هو بصراحة بالعكس أنا كنت تعبانة خالد عامل عليا الدور، وكنت سعيدة إن أنا هشتغل معاه، وسعيدة أكتر إن الورق كتابة أستاذ نصير عبد الرحمن، وحبيت إن أنا أبقى موجودة وسط الكاست الكبير ده من النجوم. بالنسبة لدوري أنا حبيت أولا الفيلم ككل، وبالنسبة لدوري حبيته قوي لأن هو جديد عليا ما عملتوش قبل كده. يعني وانا دايما ببحث عن الجديد عن المختلف. فالدور كان مفاجأة للناس، والناس حبته الحمد لله. وانا سعيدة ان انا كنت وسط المجموعة دي كلها. يا جماعة ابدا الكلام ده مش حقيقي نهائيا. انا دوري زي ما شفتوه في الفيلم زي ما هو على الورق. مفيش اي حاجة من الكلام ده اطلاقا. اكيد هو اكيد دايما بعد اي عمل ناجح بيبقى الاختيار صعب قوي، والحمد لله يعني ربنا كرمنا وفيلم كف القمر الناس حبته والنقاد كتبوا عنه حلو قوي. فاكيد دلوقتي الواحد لازم يفكر كويس قوي في الخطوه الجايه في السينما يعني. وان شاء الله يا رب تبقى حاجه موفقه ان شاء الله، وتبقى حاجه يعني كده مهمه، وان شاء الله تبقى مع الاستاذ خالد يوسف.